بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة تالتة ثانوي مع أهم أسئلة القصة. احنا عندنا السنة دي سؤالين في الامتحان هيكونوا رايتنج، سؤالين قصة، تمام، وأيضا عندي كتابة الإساي، المقالة، ممكن إساي وممكن إيميل. على كل الموضوع سهل أوي أوي إن شاء الله. بالنسبة للقصة هيجي لنا سؤالين. السؤالين دولت يا عم انا مش عايزك تكون حافظ احداث القصة من الالف الى الياء، عايزك تكون فاهمها بس. طب ايه المطلوب مننا يا مستر في القصة؟ مطلوب ان انا اعبر باسلوبي. مش هتجيلك الاسئلة كوبي بيست من اللي انت يعني ذاكرته بالظبط يعني، ولكن من خلال فهمك للقصة هنسألك سؤالين اسئلة تفكير نقدي اللي هي critical thinking. طبعا احنا عارفين القصة بتاعتنا اللي هي Great Expectations للكاتب المشهور تشارلز ديكن. ومن الحاجات المهمة قوي قوي اللي انا لازم اعرفها عنه، معظم ابطاله بيبقوا اطفال بداية من ايه الاطفال او السن الصغير، وبعد كده بيعيشوا من الاطفال دولت معاناة، وفي الاخر الظروف بتاعتهم بتتحسن. على كل احنا مش هنقعد نحكي في القصة، ولكن هنقول اهم 10 اسئلة فيها. يلا بينا نشوف السؤال الاول. What do you think the moral of the novel Great Expectation is؟ جماعة السؤال ده إن شاء الله هيجي في الامتحان، متوقع بنسبة كبيرة جدا. إيه هو الدرس المستفاد أو المغزى من القصة بتاعتنا Great Expectations، آمال عظمى؟ أول ما أقول لك المغزى، المورال، الدرس المستفاد، ابدأ بثلاث كلمات: affection المودة، loyalty الولاء، conscience الضمير. يا جماعة لما اقول لك الدرس المستفاد احفظ بقى معايا: affection, loyalty and conscience are more important than wealth، يعني اهم من الثروة، social position والمكانة الاجتماعية، and class والايه والطبقة الاجتماعية. يا جماعة لما نقول ايه هو الدرس المستفاد من القصة، لازم تبدأ بثلاث كلمات: affection, loyalty and conscience. affection يعني المودة، loyalty يعني الولاء، conscience اللي هو الضمير. are more important than wealth, social position and class. ده السؤال الأول، وإن شاء الله متوقع بنسبة كبيرة جدا يجي في الامتحان. يلا بينا نشوف السؤال التاني. يبقى عرفنا السؤال الأول إيه هو الدرس المستفاد. طيب السؤال التاني بقى، يلا بينا يا شباب. How would you evaluate Pip's love for Stella؟ يعني ازاي بتقيم حب بيب لستيلا؟ اولا يا جماعه احنا عارفين بيب كان بيحب ستيلا، مش كده؟ بس حبها ده شجعه على فكره انه يبقى افضل ويبقى طموح، تمام، لدرجه ان احنا عرفنا بعد كده ان هو بقى جريت جنتلمان، تمام. بس للاسف كان خجلان من اسرته بعد ما بقى جنتلمان، عشان أسرة فقيرة، وكان خجلان أيضا من الناس اللي كانوا عايش معاهم في القرية. يبقى يا جماعة نقدر نقول نقيم حب بيب لستيلا بحاجتين. أول حاجة: although Pip's love for Stella encouraged him to be better and ambitious، يعني حبه شجعها، يعني حبه لها شجعه ان هو يبقى افضل ويبقى ايضا طموح. It also made him ashamed of his family and the poor people of the village. جماعة ده بالإضافة إن هو كان خجلان، ashamed ده خجلان من الأسرة بتاعته والناس الفقراء اللي موجودين في القرية. يبقى عرفنا دلوقتي سؤالين مهمين جدا. السؤال الأول: إيه هو الدرس المستفاد من القصة؟ إحنا قلنا نبدأ بثلاث كلمات على طول: affection, loyalty and conscience، يعني المودة والولاء والضمير دولت أهم من الثروة. وعرفنا كمان يا شباب ازاي نقيم حب بيب لستيلا بحاجتين: اولا شجعه انه يبقى طموح يبقى افضل. ثانيا الجانب السلبي بقى، كان خجلان من اسرته والناس الفقراء اللي كان بيعيش معاهم في القرية. يلا نشوف السؤال الثالث.
How did the novel deal with ambition and self-improvement relating to the character of Pip? جماعة يعني اتعاملت الرواية مع الطموح وتحسين الذات. يعني عايزين نتكلم ازاي الكلام ده حصل وازاي يعني نعبر عنه في شخصية بيب. اولا when Pip realized that he needed better education he tried to learn. اولا يا جماعة لما بيب ادرك ان هو محتاج تعليم افضل حاول وتعلم. هو فعلا انسان كان طموح. Pip's desire رغبته for self-improvement is the main source of the novel's title Great Expectations. على فكرة يا شباب احنا عارفين رغبته ان هو يبقى يعني عنده self-improvement يعني تحسين في الذات ويبقى انسان كويس. على فكرة ده المين سورس المصدر الرئيسي في العنوان بتاعنا اللي هو Great Expectations. يا جماعة السؤال ده أيضا مهم. يبقى نقدر نقول إزاي الرواية اتعاملت مع الطموح وتحسين الذات بالنسبة لبيب. عرفنا دلوقتي بيب لما أدرك إن هو محتاج يتعلم تعليم كويس حاول وتعلم. طبعا ورغبته إن هو يبقى عنده سيلف امبروفمنت ده يعتبر المين سورس المصدر الرئيسي للعنوان بتاعنا. مش العنوان بتاعنا اسمه Great Expectations. طيب يلا بينا نشوف مع بعض السؤال الرابع. 10 أسئلة في غاية الأهمية إن شاء الله مش هيخرج عنهم امتحان آخر السنة. حتى لو في سؤال جنة ونقدر من خلال 10 أسئلة دولت ونفهمهم كويس نقدر نحل أي سؤال. Was there a connection between love and shame in the novel Great Expectation? جماعة على فكرة هل هناك علاقة بين الحب والعار في الرواية بتاعتنا؟ واحد يقول لي الحب والعار ده بيب كان بيحب ستيلا كتير جدا من اول القصة عمال يحب فيها وبس. طبعا العار بقى ان هو كان خجلان من اسرته ومن الناس الفقراء. ايوه نقدر نقول برضو السؤال اجابته هتبقى هل كان هناك في علاقة بين الحب والعار؟ Yes, there was. Pip's love for Stella made him feel ashamed of Mr. Joe and the poor people of the village. فعلا يا جماعة هو حبه لستيلا خلاه بعد كده خجلان بيستعر من مستر جو الحداد البلاك سميث ومن الناس الفقراء اللي موجودين في القرية. يلا بينا نشوف السؤال الخامس. In your opinion, which character had a sense of guilt or a sense of disappointment? Give examples from the novel Great Expectations. شباب لو بصينا للسؤال ده بيقول في رأيك أي الشخصيات كان عندها يعني كلمة guilt الذنب يعني الإحساس بالذنب والإحساس بالإحباط. بندي مثال يا جماعة احنا كلنا عارفين ميس هافشام felt disappointed شعرت يعني زي احنا بنسميها بالإحباط when her fiancé لما خطيبها left her on their wedding day في يوم حفلة زفافها طبعا حست بالإحباط ولذلك جات لها حالة نفسية على فكرة وبقت طول القصة قاعدة بالفستان بتاعها اللي هو فستان الفرح والزمن وقف عند الساعة 9 إلا تلت. She also felt guilty كانت شعرت بالذنب when she saw Pip's heart broken after Stella had got married. على فكرة ميس هافشام في آخر القصة اتحسنت بس حست بالذنب لما شافت ان بيب قلبه اتكسر بعد ما ستيلا اتجوزت. يبقى ميس هافشام شعرت بحاجتين disappointed انها كانت محبطة لما خطيبها سابها يوم حفلة زفافها وشعرت بالذنب
في آخر القصة لما اتكسر قلب بيب بعد ما ستيلا اتجوزت. أيضا يا جماعة بيب felt disappointed. أيضا بيب شعر بالإحباط إمتى؟ when he knew that his benefactor اللي هو المتبرع السري، الراجل اللي هو احنا عرفنا المتبرع السري بتاعه اللي هو مين؟ اللي هو بروفيس. was بروفيس not ميس هافشام. كان الأول فاكرها ميس هافشام اللي هي المتبرع السري بتاعه اللي هو فاعل الخير. he also felt guilty towards Joe. حس برضه بتأنيب الضمير وإن هو مذنب عشان كان بيعامل جو معاملة مش كويسة for feeling ashamed of him. يبقى لما نيجي نتكلم على حتة ال disappointment الإحباط لازم أتكلم على ميس هافشام في البداية، وبرضه هتكلم على ايه؟ على بيب، لان بيب احبط لما عرف ان البنفاكتور بتاعه هو ماجويتش. اللي هو مين ماجويتش يا جماعة؟ اللي هو الكونفيكت. اللي هو مين؟ احنا عرفنا السجين اللي هو في اول القصة احنا عرفناه اللي هو ايه؟ اللي هو ماجويتش. اللي هو بيب جاب له ايه؟ جاب له الطعام وجاب له الفايل. يلا بينا نشوف بعد كده السؤال السادس. What do you think of Miss Havisham's reaction to what happened to her on her wedding day? رد فعل ميس هافشام ايه يا جماعة لما خطيبها سابها في يوم حفلة زفافها؟ هل انت يعني موافق ان هي كده يعني تتأثر بالموقف ده وتسيب بقى كل حاجة والزمن يقف عند الوقت ده؟ لا طبعا I don't agree with her. اولا انا مش موافقها على كده. I think she reacted emotionally to what happened to her. يا جماعة هي يعني كان رد فعلها عاطفي بس ما فكرتش بعقلها. to what happened to her اللي حصل لها. طبعا كون ان خطيبها يسيبها في يوم حفلة زفافها لا ممكن هي يعني تتأثر لفترة وبعد كده خلاص تعيش طبيعي، ولكنها ايه؟ ظلت لغاية ما ماتت في حالة من ال disappointment. She let her desire to take revenge on men destroy her life. يا جماعة على فكرة هي خلت الرغبة بتاعتها ان هي تنتقم من الرجال تدمر حياتها. يبقى يا جماعة السؤال ده أيضا مهم جدا. بيقول What do you think of Miss Havisham's reaction؟ إيه رأيك في رد فعل ميس هافشام ده اللي حصل لها يوم حفلة زفافها؟ طبعا أنا مش موافق اللي عملته ده، ولكن أنا بقول إن كان رد فعلها عاطفي بس للي حصل، ولكن في الأصل إن رغبتها بقى في الانتقام من الرجال هي اللي دمرت حياتها. يلا نشوف السؤال السابع. In your opinion في رأيك how was the title Great Expectations related to Pip؟ السؤال ده مهم جدا. بيقول لك في رأيك التايتل بتاع القصة يعني عنوان القصة اللي هي Great Expectations يعني ده علاقته بإيه بيب؟ أو يعني إزاي نفسر التايتل بتاع القصة على ظروف بيب. أولا يا جماعة when Mr. Jaggers told Mr. Jaggers ده المحامي بتاع ميس هافشام، بالإضافة إن هو كان المحامي الوسيط ما بين ماجويتش اللي هو البنفاكتور وما بين بيب. المحامي بتاعنا اللي هو مستر جاجرز لما مستر جاجرز told him that he would travel to London to get better education and great fortune. يا جماعة برضو عايزين نعرف ان مستر جاجرز ده كان الوسيط ما بين البنفاكتور وما بين بيب. ومستر جاجرز المحامي ده لما اخبر بيب ان هو هيسافر لندن وهيتعلم تعليم كويس وهيبقى عنده فورشن ثروة great expectations had been achieved. فعلا الآمال العظيمة هنا آمال عظيمة للمستقبل، فعلا بقى مستقبل بيب هيبقى مستقبل مشرق. طبعا اتحقق العنوان في الجزئية دي when Pip became لما بيب أصبح a good gentleman instead of being just a blacksmith. بدل ما يبقى حداد بس أصبح طبعا جنتلمان، وده شيء كويس جدا. يبقى ربطنا العنوان بتاع القصة بظروف بيب على أساس إن القصة عنوانها احنا قلنا Great Expectations آمال عظيمة. يلا نشوف السؤال الثامن.
How do you think Pip had nobility? nobility معناها شهامة، زي كلمة chivalry. nobility, chivalry. How do you think Pip had nobility by nature and kind heart? جماعة أولا بيب عنده شهامة وإنسان طيب طبعا. أولا نحقق الكلام ده ازاي في القصة. He tried to save Miss Havisham from burning. لما أنقذ ميس هافيشام حاول إنقاذها من الحريق. لما في آخر القصة ميس هافيشام اتحرقت، وكان سبب الحريق ده إن هو ماتت في نهاية القصة. He supported his friend Herbert. أيضا يا جماعة ده كان بيساند صديقه هربرت. هربرت ده كان مديون when he was in debts، لما كان في ديون. moreover علاوة على ذلك he exposed his life to danger by helping Provis to leave England. طبعا ده يا جماعة ده عرض حياته للخطر لما ساعد بروفيس اللي هو البنفاكتور بتاعه to leave London، انه يغادر لندن. يبقى يا جماعة فعلا عنده شهامة، اكيد عنده شهامة. طيب انسان طيب، اكيد برضو انسان طيب. اولا شهامة لما انقذ ميس هافيشام، طبعا لما ساعد صديقه هربرت المديون، تمام، ووفر له شغل مع مستر كلاريكر البيزنس مان اللي هو اشغله في معظم دول العالم. بالاضافة ان هو عرض حياته للخطر لما حب يساعد بروفيس في نهاية القصة ان بروفيس يغادر انجلترا، لانه محكوم عليه بالسجن مدى الحياة لو رجع انجلترا. يلا نشوف السؤال التاسع وقبل الاخير. Sometimes we meet people who can change our life positively or negatively. Illustrate this according to what happened to Pip. يا جماعة بنقابل ناس كتير على فكرة بيغيروا في حياتنا، ممكن تغيير إيجابي ممكن تغيير سلبي. عايزين نتكلم بقى الكلام ده ونعمل له ريليشن مع مين؟ مع بيب. When Pip visited Miss Havisham's house، لما بيب راح زار ميس هافيشام في البيت عندها في البيت بتاعها، he was mistreated by Stella. mistreated يعني تعامل بسوء بواسطة ستيلا. This made him ashamed of himself، وده خلاه خجلان من نفسه. His position and his family، يعني حتى من مكانته في المجتمع حتى من أسرته بقى خجلان منها. So he wanted to be a gentleman، كان عايز يبقى gentleman بقى عشان يعجب البت بتاعته اللي هي ستيلا. And have a good education to satisfy her، يبقى عنده تعليم جيد عشان يرضيها. satisfy her. فعلا يا جماعة الإنسان بيقابل ناس ممكن يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي في حياته، زي ما عرفنا لما قابل بيب وراح عند ميس هافيشام قابل ستيلا، وستيلا دي خلته طبعا حبها جدا وخلته خجلان من نفسه ومن مكانته في المجتمع ومن أسرته، ولذلك أراد أن هو يكون جنتلمان، بقى عنده طموح وتعلم كل ده عشان يرضي ستيلا ويعجبها. يلا نشوف السؤال الأخير. If you were Stella، لو أنت من ستيلا، would you agree to be a tool to harm others؟ Why؟ لو أنت من ستيلا هل أنت هتوافق انك تبقى أداة ان هي تضر بالآخرين؟ اكيد لا طبعا. No, because harming other people is against humanity، يعني ان احنا نضر بالناس ده ضد الإنسانية. So people should treat and respect each other well، الناس لازم يعاملوا بعض ويحترموا بعض كويس. طبعا يا جماعة دولت 10 أسئلة فعلا مهمة جدا جدا. أنا هنا سايب لكم بقى في عندي 10 أسئلة تانيين ومتجاوبين، أنا عايزك أنت تقراهم واحدة واحدة كده، طبعا تطبيق على ال10 أسئلة اللي فاتوا دولت، تمام؟ هتقراهم ومتجاوبين، تمام؟ ومن خلال إن شاء الله ال20 سؤال اللي أنت دلوقتي أخدتهم مش هياخدوا منك مذاكرة ساعتين، مذاكرة كويسة ساعتين إن شاء الله، مش هيخرج عنهم امتحان آخر السنة في القصة بإذن الله. إحنا هيجيلنا
في القصة سؤالين. ان شاء الله السؤالين دولت مش هيخرجوا من ال20 سؤال اللي انا دلوقتي قلت لكم عليهم. اتمنى لكم التوفيق، والامتحان ان شاء الله هيجي سهل وهيبقى كويس جدا. امتحان الانجليش ان شاء الله معظمكم هيقفلوا باذن الله. امبارح انا عملت فيديو كان كويس جدا، كان جامد قوي قوي، رجعت لكم فيه الجرامر كله، كل الجرامر بتاع المنهج في حوالي ساعتين تقريبا. والنهارده القصة، وهعمل فيديو اخير ان شاء الله حل الأسئلة المتوقعة، حل نموذج امتحان متوقع. ربنا يوفقكم، وإن شاء الله موفقين في الامتحان. ومعظم الأسئلة بإذن الله بتاعت القصة اللي أنا قلتها النهاردة مش هيخرج عنها الامتحان. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.